مش تنسوش يا أصحابي لايك واشتراك، فعلوا زر الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في أو مع حق الزوجة على زوجها. بمجرد أن الزوج ما بيمضي أو بيبصم على كتب الكتاب وجبت عليه النفقة. اتفق جماهير أهل العلم على وجوب النفقة على الزوج. ليه؟ لورود الأحاديث التي تأمر بالنفقة على الزوجة، وورود الآيات صريحة في كتاب الله عز وجل زي ما هنبين إن شاء الله. الله تبارك وتعالى يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. هنا يعني معنى في خلط على بعض الناس إن فيه معنى القوامة مفهوم خطأ، وهو يعني الصوت العالي والزعيق والشخط والنطر والعضلات وكذا وكذا. ولكن القوامة معناها كما فسرها العلماء: القوامة هو القائم على أمر النساء من رعاية وتوجيه وتعليم وتوضيح وتبيين، يقوم على شؤونهن. القائم زي انت ما تقوم على امر ابنتك، على امر بنتك، على امر والدتك، على امر اختك، فانت بتقضي لها طلباتها، قائم على امرها، بتراعيها بترعاها. فالرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. والله تبارك وتعالى قال ايضا: لينفق ذو سعة من سعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. فهنا يعني أمر من الله سبحانه وتعالى ينفق ذو سعة من سعته. فحقوق الزوجة على الزوج بتنقسم إلى حقوق مادية وحقوق معنوية. حقوق المادية زي ما اتكلمنا اللي هو المهر واللي هي النفقة، وحقوق معنوية هنتكلم فيها إن شاء الله في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى إن شاء الله. الرسول صلى الله عليه وسلم بين في خطبة الوداع أو حجة الوداع قال: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. حث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا على الإنفاق ورغب في الإنفاق على الزوجة، فقال: دينار أنفقته على رقبة أو في عتق رقبة، ودينار أنفقته على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمهم أجرا الذي أنفقته على أهلك. ليه؟ لأن الزوجة والولد هم أحب الناس إلى الزوج أو إلى الرجل، وهم أولى بماله من غيرهم. ولكن في بعض السلبيات يعني موجودة وبنشوفها في واقعنا، ورأي عين إن بعض الأزواج بيعرفش الشيء عن ولاده أو عن أهله أو عن زوجته أو بيصرفوا إزاي. بل وصل الأمر إن بعض الأزواج بيستنى أو بينتظر لما مراته تشتغل وتجيب فلوس وياخدها بينفقها على المزاج، ينفقها على المخدرات. وديت للأسف الشديد ابتلي بها بلاء، ابتلي به خلق كثير، نسأل الله العفو والعافية. بينتظر، طب هي لو ما ادتلوش الفلوس يضربها ليه؟ عايز يصرف على مزاجه. فإحنا نتكلم عن النخوة والمروءة والرجولة والقوامة، فهذا الرجل تنازل عن القوامة وعن النخوة وعن المروءة اللي هو بينتظر من زوجته إن هي تنفق عليه. لذلك أتت هند زوجة أبا سفيان فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح ولا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما آخذ بغير علمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. يعني ما تاخديش فلوس تصرفيها على أشياء ثانوية، ولكن خذي فلوس تنفقيها على أشياء أساسية. من حق الزوجة على زوجها أن ينفق عليها، وهي بالتالي برضو ما تكلفوش يعني فوق طاقته.
يعني ما تطلبش منه أشياء هو لا يستطيع أن يدفع ثمنها. وفي هنا مسألة والله يعني هي لسه بدري عليها شوية في الكلام، بس يعني الشيء بالشيء يذكر إن بعض الأزواج لا قدر الله إذا يعني تم التفريق بينه وبين زوجته، إن هو بيظن في هذه اللحظة إن هو طلق زوجته وأولاده، والأصل في الموضوع إن هو طلق زوجته لوحدها، أما أولاده فدولت يعني وجبت عليه النفقة عليهم، فهو طلق زوجته بس ما طلقش أولاده. ففي ناس بتتحايل وبتصطنع أشياء لكي تتهرب من الإنفاق على الولد أو على الأولاد بعد عملية الطلاق لا قدر الله. فالنفقة حق أصيل على الرجل، ينفق على أولاده وينفق على زوجته، سواء زوجته دي كملت معاه رحلة الحياة أو لا قدر الله ما حصلش وفاق في طباعهم مع بعض، فده شيء يعني وارد إن الإنسان ما يكونش في توافق بينه وبين زوجته في بعض الطباع فيحصل ما بينهم التفريق. فالزوج هنا يمنع النفقة. انت مش بتدي النفقة لزوجتك او لطليقتك، انت بتدي النفقة لأولادك، ودول حق عليك ان انت تنفق عليهم. ده كان المقدمة عن حق الزوجة على الزوج في النفقة، وإن شاء الله نكمل بعد كده في الحق المعنوي للزوجة على زوجها، وقول الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتكلمنا في حق الزوجة على الزوج في النفقة، وبنواصل الحديث عن قول الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. ومن المعاشرة بالمعروف أو من حسن المعاشرة بالمعروف مساعدة الرجل المرأة أو مساعدة الزوج الزوجة في أعمال البيت، الأعمال الخدمية اللي احنا هنشوفها على الشاشة دلوقتي. المشاركة ديت أو المساعدة ديت للأسف الشديد إن في كتير من الناس بيظن إنها منقصة من قدر الرجل، أو بيظن إن هي تقليل من شأنه. بالعكس، الموضوع زي ما احنا شايفين كده ده تفعيل حي لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة دي صفحة على الفيس اسمها بنفس قول الآية: وعاشروهن بالمعروف، اسمها كده وعاشروهن بالمعروف. الناس اللي عليها ما شاء الله تبارك الله عاملين شغل يعني جميل جدا، أنا حبيت أعرضه على حضراتكم الاقتداء مش بهم، الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هم بيقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال في الحديث الصحيح: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ولما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان في بيته كما جاء في الصحيح أيضا، قالت: كان في مهنة أهله. يعني إيه في مهنة أهله؟ يعني يعمل ما يعمله الرجال في بيوتهم. احنا بنتكلم عن مساعدة الرجل للزوجة أو مشاركة الرجل لامرأته في الأعمال الخدمية في البيت. بنتكلم على ست البيت الغير عاملة، إن هو يجب إن هو يساعدها يعني بتنقل سفرة من مكان لمكان، بتنقل ثلاجة من مكان لمكان، بتنقل مثلا الدولاب بتحركه من مكان لمكان، عايزة تحرك الثلاجة مش قادرة عليها. فيعني طبيعة خلق النساء بتختلف تماما في البنية الجسدية عن طبيعة خلق الرجال كما نعلم جميعا. ولكن لو اتكلمنا عن الزوجة العاملة فالموضوع بيكون فيه يعني نوع أكتر من المشقة، إن الست العاملة ديت مطالبة إنها تجهز لشغلها، مثلا لو مدرسة أو مهندسة أو دكتورة أو عاملة أو موظفة أيا كان، فبيكون عندها هم العمل ده لوحده على جنب وهم البيت ده لوحده على جنب. يعني إن هي مدرسة بتجهز الحصص لليوم التالي وبتحضر نفسها وتحضر شغلها، لو مهندسة بترسم شغلها على كمبيوتر وبتحضر برضو لتسليم استشاري أو تسليم جهة معينة تستلم الشغل منها، فبتكون ده الشغل ده نفسه عبء عليها وضغط نفسي وجسدي عليها. فما بالك لما بترجع الست ديت أو ترجع المدرسة ديت أو ترجع المهندسة دي أو الدكتورة دي أو الموظفة دي وترجع البيت بترمي كل الشغل ده على جنب
وتبدأ تشتغل أو تعيش حياتها كربة منزل زيها زي الست الغير عاملة، وتبدأ من أول وجديد إن هي يعني تبدأ حياة الزوجة ست البيت أو ربة المنزل. تعمل إيه؟ بتذاكر الأولاد، بتحضر الأكل، بتغسل ملابس بيت، تقوم بتنسيق البيت وتنظيم البيت على يعني أجمل وجه وأفضل صورة. فده بيكون نوع من مشقة أكتر عليها، بتكون تعب عليها، خاصة إن فيه يعني بعض الرجال بيتركوا المسؤولية كاملة على الزوجة، هي اللي تشيل كل حاجة. يعني عندها صيانة أجهزة منزلية، صيانة للثلاجة مثلا، صيانة للتلفزيون اتصل بتاع التلفزيون، صيانة للثلاجة اتصل بالراجل الكهربائي بتاع الثلاجة، صيانة للسباكة اتصل بالسباك. طيب معلش سعادتك، هي هتتصل بالسباك وبالكهربائي والنجار والحداد، كل دول هي هتتصل بيهم وتتعامل معاهم. ولو عايزه كمان شغل يعني تحجز لمدرس او تحجز، روحي اتصلي بالمدرس ودوري على مدرسين وكلمي مدرسين ورتبي معاهم. طب معلش يعني سعادتك دورك ايه في البيت؟ يعني في يعني نساء كتير بتشتكي ان مفيش يعني مشاركة كله عليها، يعني هي تعمل كل شيء. فيعني الرسول صلى الله عليه وسلم لنا فيه القدوة الحسنة، والصور اللي بنعرضها ديت الناس دي بتفعل دور النبي صلى الله عليه وسلم، وبتقتدي بانكم يعني ان المسلم خيركم لأهله، بيقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة، ان هو كان في مهنة أهله يساعد الزوجة في أعمال المنزل. فانت كمسلم المفروض انك بتساعد زوجتك، وهي يعني بتظن المساعده اليسيره البسيطه اللي انت بتساعدها بيها دي، يعني تظن ان انت ما عملتش شيء، هي بتاخدها كشيء كبير جدا، ان انت يعني ازاي ان انت متواضع، وازاي انت متنازل، وازاي انت بتقف على المواعين وتغسل المواعين زي ما شايفين الصوره ديت ماشي، او بتخرط الملوخيه زي ما شايفين الصوره ديت، زي ما شايفين جودي وانا قاعدين بنخرط في الملوخيه، او بنقشر بسله زي ما انتم شايفين المنظر او الصوره ديت. بتشوف ان ده شيء كبير جدا وشيء يعني عظيم، ان انت بتتنازل وتتواضع وبتحس بيها وبترحمها وبتشفق عليها. فده تفعيل لسنه النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو المشاركه في الاعمال الخدميه. من الاشياء اللي بتدخل السرور على الزوجه، ممكن تكلم امها وتكلم اختها وتكلم صاحبتها، يعني قد ايه انت رحيم بيها، قد ايه انت حنين عليها، قد ايه ان انت بتساعدها، وتشوف ان ده تفضل منك وتواضع منك. فيعني شيء مما يؤلف القلوب بين الزوجين، مفتاح من مفاتيح يعني قلب الزوجة. أنت لو أنفقت ما في الأرض من يعني ذهب وفضة، المرأة يسعدها مثل هذه الأشياء البسيطة، ولا يسعدها إنفاق المال والذهب والفضة. ما يسعدهاش قد إن هي إن أنت تشاركها في حياتها، إن أنت تسمعها، إن أنت تعاملها بحسن خلق. كانت السيدة عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وده اللي هنتكلم عنه إن شاء الله في حق المرأة على زوجها أو حق الزوجة على زوجها، في أن يكون حسن الخلق معها، أن يعاملها بحسن خلق، أسوة أيضا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وده كان كلمة يسيرة عن حق الزوجة على زوجها في المشاركة في الأعمال الخدمية. إن شاء الله هنتابع مع بعض باقي حقوق الزوجة والأشياء أو الأسباب اللي بتسبب السعادة للزوجين في اللقاء القادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش تنسوش يا أصحابي لايك واشتراك، فعلوا زر الجرس.